اصدقائي متابعينا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من فرفوش واصحاب. شفت فرفوش الماتش بتاع منتخب مصر؟ فازوا على ملاوي هناك في ملاوي 4-0. ما تفرحوش قوي كده، ده ملاوي دي فرقة تعبانة. هي عرفت توصل للجون ولا عرفت تعمل حاجة؟ وانت دايما كده ما تعرفش تفرح ابدا، دايما تجيب لنا احباط وتقعد تطلع نقطة الفطسانة. اولا يا فاهم وانت ولا فاهم ولا حاجة. انا وجهة نظري في المدرب ده انه معقول وكويس، وقلت عليه قبل كده انه هو خليفتي في الملاعب، يعني طالع لي. ده كان رأيي فيه. بس ده ما يمنعش ان المنتخب برضه ظهر بشكل كويس يعني ولعب. انا ما قلتش حاجة، بس انت بتقيم فريقك على فرقة تعبانة، تقيمها على فرقة قوية عشان تحكم عليها صح. يعني يعني تصبر عليه ماتشين 3 بالكتير، وبعد كده تحكم عليه وعلى الفرقة، على المدرب وأدائه، وعلى الفرقة ونتائجها. طب سيبك من ماتش المنتخب وخلينا في الاهلي دلوقتي وماتشه المهم مع الهلال. يا احسن الماتش ده صعب جدا وربنا يستر. أنا أقول لك على الخلاصة في الماتش ده، وأقول لك كولر المفروض يعمل إيه علشان يظبط الدنيا معاه. ادينا سامعين. مشكلة كولر إنه دايما بيهتم بالشق الهجومي على حساب الدفاع، ودي هي مكلفاه اجوان كتيره، وبالذات في اخر ربع ساعه يطلع من ماتش 3 مغلوب، 3 مغلوب، 4 مغلوب، 5. لو لاحظتوا في الفتره الاخيره انه دايما اجوانه بتبقى اللي بتخش فيه كتيره مع فرق تقيله. اعمل حساب انا بقى في الحته دي، لمجرد ان انا جبت جون او 2 اهتم شويه بخط الوسط والدفاع. ايه المشكله لو احط 3 ارتكاز في وسط الملعب، اظبط الدنيا واقفل طالما انا متقدم، ولو جات لي فرصه بعد كده مش مشكله، بس انا مأمن نفسي ورا. هو ما بيرضاش يعمل كده، ودي اللي كان بيعملها جوزيه زمان. ماشي، مع اختلاف الوضع بين زمان ودلوقتي، هنقول جوزيه كان بيلعب 5 ورا و5 في وسط الدفاع، وكان بيهتم دايما بالوسط والدفاع اكتر من الهجوم، او بيأمن دفاعاته وبيهاجم. كولر ما بيرضاش يعمل كده. دي بقى مشكلته بقى، انه طالما بيهاجم وبيجيب اجوان يقول لك انا هقفل ليه وهعمل ليه. ايه يا عم ارحمنا. كولر لو فهم الحته دي في النادي الاهلي هيقدر يطلع من الماتش بمكسب دايما وفوز كبير. ايه الكلام ده؟ ازاي 5 ورا و5 وسط الملعب؟ ايه ده، هما بيلعبوا ب20 ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ افهم كلامي كويس، انت لا فاهم ولا نيله. انا بقصد يا اما 5 في الدفاع يا اما 5 في خط الوسط. دي كان زمان جوزيه كان بيعمل الحته دي وبيهتم بيها. كان بيقفل دايما ورا، بيقفل يا اما خط الوسط يا اما في الدفاعات. مش عيب، انا فاهم انا اللاعب المصري بيلعب ازاي وبلعبه على اساس كده. كولر ناقصه عنده الحته دي، مش مستوعب، حاطط في دماغه ان الكوره هجوميه وبس. لا، في مصر ما ينفعش. احنا دايما بندور، ماشي بندور اللي احنا جبنا جوان قد ايه، بس المهم ما يخشش فيا جوان. دي النظريه المهمه اللي موجوده في الاهلي. اجيب جوان ماشي، بس ما يخشش فيا جوان. فهمت يا فاهم ولا انت مش فاهم ولا اي حاجه خالص؟ انت مالك زعلان ليه كده يا كابتن؟ هو قريبك ولا ايه؟ بص يا ابني، انت شكلك كده لا بتفهم في اي حاجه ولا محتاجه، وهتوقع البرنامج وهتبوظ لنا الدنيا. ما تهدوا كده وتصلوا على النبي يا جماعه، في ايه؟ احنا بنتكلم في الكوره مش بنتخانق. يعني انت عاجبك الكلام ده يا فرفوش يعني واللي بيقولوا؟ البرنامج ايه اللي هنبوظه؟ احنا قاعدين عنده في الاستوديو هنا ولا ايه؟ يكونش فاكر نفسه رضا عبد العال، ولا يمكن رضا عبد العال. في ايه بس يا فاهم؟ تهدى كده ورمضان كريم. والراجل بيتكلم في نقطه مهمه برضو، الشق الدفاعي عند كولر ضعيف جدا، ما بيهتمش بالدفاع، ما بيحاولش يقفل ورا خالص، دايما سايبها على البحري. اصدقائي احبابي في كل مكان، انا سعيد بيكم جدا ويا رب نكون اسعدناكم. وحبيت انهي الحلقه قبل ما يمسكوا ببعض والعمليه تسخن اكتر من كده، واقول لكم رمضان كريم، ومتشكر جدا اللي وصل لغايه نهايه الحلقه. وما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس
واللايكات اللايكات اللايكات.